العلاقات الاجتماعية ليها أسامي كده حتى في البطاقة، يعني مطلق، مطلقة، أعزب، أرمل، يعني واضحة. مفيش بقى حاجة اسمها مثلا أنا متجوز ومراتي عيانة، دي مش علاقة اجتماعية، ده شخص متجوز، هو متجوز أصلا، إنها عيانة ده ظرف جوه العلاقة لكنه متجوز. مفيش حاجة اسمها أنا متجوز بس إحنا زي الإخوات، أو كل الكليشيهات اللي بتتقال في السياق ده. مفيش حاجة اسمها كده، هي الناس يا متجوزة يا مش متجوزة. على قد ما كل الكليشيهات بتاعت قاعدين عشان العيال، ومؤخرا حتى الإفيه بتاع قاعدين عشان التكييف ده، إن كل الكلمات دي ما زالت بيتم استغلالها، وما زال في ناس بيضحك عليها بالكلام ده. حقيقي بجد ومن كل قلبي انا مش عايزه اكون بنظر من على كرسي، لاني عارفه ان في ناس بتكون في لحظات ضعف قويه جدا، وان ممكن تكون غصب عنها لجأت لعلاقات وهي ضعيفه ومسكينه فعلا وهي داخله العلاقه دي، ونكون رحماء مع بعض وما نجلدش بعض بشكل قاسي. بس حقيقي بجد من وقت للتاني لازم نفكر بعض ان العلاقات الاجتماعيه لازم تكون واضحه تماما. الانسان يا مرتبط ومتجوز يا مش مرتبط اطلاقا، يا خاطب، يعني في مسميات كده ما ينفعش نلاقي لها مواربه عشان نعديها. يمكن الفيديو ده الشيء بالشيء يذكر، يعني انه حقيقي من حقنا جدا في اول اي علاقه نسال بشكل واضح ايه شكل علاقه الانسان ده. كميه الناس اللي بتعرف ان في شخص بيكلمها وهو اصلا خاطب كارثيه، كميه الناس اللي بتعرف ان في شخص بيكلمها ومش لابس دبله وهو اصلا متجوز كارثيه اكتر. واحيانا كتير البنات بتبقى عندها خجل وكسوف انها تسال هل هو متجوز او لا، فبنلاقي مثلا بعد شهرين 3 4 الحد ده طلع متجوز، وساعتها بيبتدي يرص بقى قائمه الحجج المتعارف عليها او قائمه التبريرات انها جوازه مع ايقاف التنفيذ. لا، هي جوازه مع التنفيذ مع ايقافه، دي مش بتاعتك خالص. الكلام ده يبدو متكرر واكيد سمعناه كتير، بس حقيقي بجد في ظل كل التعب النفسي اللي اغلب الناس بتمر بيه، الحياه مش ناقصه ان احنا ندخل ناس في حياتنا ونأذيها وناخد من طاقتها ومجهودها ونعشمها بحاجات، وفي الاخر في الغالب ما بيحصلش العشم ده اطلاقا. اتمنى جدا الفيديو ده دلوقتي يكون راح لناس وكده، راح للناس فعلا اللي بتدخل في علاقات كتير جدا وبتكتشف بعدها اكتشافات مذهله، او بيتبع لها من الاول حكايات غير منطقيه بالمره. فيا ريت جدا يعني نعمل شير للفيديو ده، حتى لو مش هنقدر نعمل منشن، يعني لو هنعمل شير بحيث ان هو يوصل لاكبر عدد ممكن، وارد جدا الكلام ده يفرق معاه وينور له لمبه.